كل اللي انا بعمله از ان اونلاين كوتش وكونتنت كرييتور وانتربرنور وكل الكلام الجميل اللي انتوا بتسمعوه على الانترنت ده. صباح الخير. النهارده قررت بص القطه دي. النهارده قررت اصور لكم اليوم بتاعي من اول ما بصحى لحد ما بنام، مرن كام تمرينه، باكل ازاي. محدش يستغرب من طريقه الاكل او من طريقه التمرين. النهارده نمت 8 او 9 ساعات متواصل، وده ما حصلش من اول رمضان، يعني تقريبا 3 شهور دلوقتي. السبب ان انا كنت بخش انام ساعتين او ساعه ونص او 3 ساعات ماكس، واصحى بسرعه عشان صلاه او عشان سيشنز. بالاخص ان الفتره الاخيره سبحان الله مش عارف ايه السبب يعني، بس من ساعه رمضان بقى معظم الناس اللي بشتغل معاهم، بالاخص الكلاينتس اللي بمرنهم 1 تو 1، اللي هم يا اما في استراليا يا اما في امريكا، يا اما استراليا وامريكا مينلي. فكان الوقت متشقلب، فكان هو ده اللي بيخليني اخش انام ساعتين واصحى عند سيشنتين في بعض، وبعد كده اخش انام ساعتين واصحى عندي صلاه مثلا وهكذا. فالنهارده مبسوط بصراحه، بقالي 3 شهور اول يوم انام متواصل بالليل الوقت ده كله. فقلت بما ان انا سعيد النهارده بسبب النوم ده، فانا اصور اليوم كله ماشي ازاي، لان دي حاجه عايز اعملها بقالي فتره. فخلينا نشوف النهارده ايه الكلام. مش على البهدله دي. القهوه دي احلى قهوه ممكن تشربها في حياتك بعد القهوه بتاعتنا اللي بيسموها القهوه التركي. بعملها بعسل وساعات لبن وساعات سك بقى من غير ولا عسل ولا لبن. احلى بريكفاست بعمله في حياتي، بيديني انرجي، بحس ان انا على طول مركز وعلى طول ما بهمتش ومش ببقى عايز انام في نص اليوم والكلام ده. هذا البريكفاست اللذيذ الغريب. عارفين ده ايه ده؟ فالوتشونت، مش عارف اسمها ايه بالعربي، اللي هو النخاع العظمي. انا مش باكل الكارع كله، انا باكل النخاع اللي جوه بس. بحطه مع 4 أو 5 بيضات، ويا سلام لو في قلوب فراخ، التلاتة مع بعض مع ملح، طعمهم حلو. عارف ان هما شكلهم مقرف عارف كل حاجة. عمري ما كنت اتخيل في حياتي ان انا اعمل حاجة زي كده، بس ده اكتر حاجة بتشتغل معايا وبتخليني قادر اتمرن وقادر اركز وقادر افضل صاحي وقادر كل الكلام ده. البريكفاست او الفطار ما باخدوش اول ما بصحى، باخده بعد مثلا 5-6 ساعات بعد التمرين او بعد فترة شغل بس كده. فخلينا نشوف، انا اخش اشرب القهوة دي هعملها وبعدين نكمل يا رجاله. دلوقتي انا رايح تمرين سباحه وبشرب تاني كوبايه قهوه في اليوم. كنت بطلت قهوه فتره، انا كنت عملت فيديو عن الموضوع ده، قال اتكلم عربي. يعني انا لازم امارس عربي على قد ما اقدر. يعني انا الناس اللي كنت بطلع ساعات اسف عليهم في فيديوز، اللي هو انت ليه متضايق ان انا بتكلم انجليزي في النص، وان انا بقى وبفضل ادافع ان انا متعود على كده ومش عارف، وتشيت حقيقي او هو حقيقي. انا بتكلم في البيت انجليزي، بتكلم مع معظم الناس يا اما انجليزي يا اما مجري. وحتى وانا في مصر الكوميونتي اللي كنت عايش وسطها، سواء شغل اللي هو بيرسونال تريننج كوميونتي وجيمز والكلام ده كله، المصطلحات الانجليزي كتير يعني علميا. حتى اللي هو مثلا ايه طريقه الشغل، هو في حاجات بتتقال فقط بالانجليزي، حاجه كنت مبقاش مثلا عارفها بالعربي او كده. وده مش معناه ان انا جاي من باك جراوند انجليزي، لا، بس ده اللي الواحد بسبب النشأة بقى عليه. فكنت على طول بفضل اهاجم ودافع عن نفسي لما حد يجي يقول لي انت بتتكلم انجليزي كتير وبتتكلم عربي كتير. بس جيت مؤخرا اكتشفت انه الناس دي غالبا عندها حق. وانت لو عندك القدره ان انت تعبر عن الشيء بالظبط باستخدام اللغه فقط، انت كسبت كل شيء متعلق بالكوميونيكيشن سكيلز. يعني ده اكتشفته مؤخرا. امتى بقى؟ لما بدات اقرا عربي اكتر، بدات اتدبر القران فعلا بتلاقي سبحان ربنا الاعلى، تلاقي الكلمه او الجمله لا تحمل معنيين، هي معناها كذا. اديك مثال، كان واحد صاحبي هو اللي قاله لي قريب، كلمه ينزع الملك ممن يشاء. قال ينزع، ما قالش ياخد او يسال الملك هاته تاني، ينزع. وده بيدل، هي كلمه واحده بس بتدل على معنى فيري كومبليكيتد، ان الملك دايما اللي قاعد على الكرسي بيبقى لازق فيه ومش قادر يمسك، مش قادر يقوم او مش عايز يقوم. وعشان تاخده انت، يعني عشان تشيله من على الكرسي، انت مش هتقول له قوم او مش هتقول له اتفضل، ولا انت هتنزعه منه. كلمه واحده بس بوم. فده كان اول سبب تدبر القران، تدبر معنيه، ان انت فعلا ممكن باستخدام اللغه العربيه الصحيحه توصل المعنى قد كده كلمه. فده اللي فاهم يعني ايه كوميونيكيشن سكيلز، مفيش احسن من كده في الدنيا. رقم 2، اندرو تيت كان بيتكلم عن نفس الموضوع ده في انترفيو ليه مع باتريك بيت ديف. ده انا مش بتكلم انجليزي، ده هم اسماء الناس دي كده. فكان بيقول على نفس موضوع الانجليزي والكوميونيكيشن سكيلز، وان هو كل يوم بيقرا في المعجم 5 كلمات انجليزي بتاعي، وعنده 36 سنه يعني، واكتر مؤثر في العالم حاليا، وده موست جوجل مان ذا بلانت، او اكتر شخص الناس بتدور عليه على جوجل، حاجه يعني كبيره. فهو ان هو وده بسبب ايه؟ بسبب الكوميونيكيشن سكيلز بتاعته، ان هو بيعرض افكار موجوده على فكره عند ناس كتير، بس طريقه العرض بتاعته ليها
تخلي اي حد يكليك ويفهم الراجل ده بيتكلم في ايه، مش بس كده يقتنع بشكل او باخر وهكذا. فده كان بيقول الكريدت او السبب لايه، ان هو مره قال لباباه عايز اتعلم روسي، يعني هو اتعلم الروسي في اسبوعين تقريبا او حاجه شبه كده حسب ما بيقول. فقال له يا ابني لما تتكلم انجليزي الاول يبقى شوف اتعلم لغه تانية، مع ان هو انجلش. يعني هو اكيد كان بيسال السؤال ده وهو عنده مثلا 13 15 سنه، which is انت لو متربي في دوله انجليزيه زي ما هو كان متربي في انجلترا، هو انت بتتكلم انجليزي بس انت فاهمين المعنى اللي هو انت لسه ما اتكلمتش انجليزي، لسه you can go as deep as كتير يعني. ده السبب التاني. بس دي الحاجات اللي خلتني اتوصل ان انا كنت غلط ساعه لما كنت بسك او بطلع استهزأ بالناس اللي بتقول لي انت بتتكلم انجليزي ليه، انت عندك حق. انا محتاج اتعلم عربي اكتر وازود الفوكاب بتاعتي في العربي، وعلى الاقل الحاجات اللي انا متعود اقولها باللغه الانجليزيه في وسط الكلام اعرف معناها بالعربي بالظبط ايه، وتبقى هي دي البدايه ان انا اتكلم 100% عربي واقوم لاي حد بيسمعني في اي حته في الدنيا. وشكرا على الناس اللي ما كانتش بتتكسف ان هي تقول لي حاجه زي كده. I now understand it. اكتر الحاجات اللي ما بحبهاش وما يبانش عليا ان انا اصور اثناء اليوم. وانا اول ما بدات على الانترنت كنت بحب اصور كل حاجه زي دلوقتي كده، افضل اقول لك بص ده انا بعمل ده ومش عارف ايه والكلام ده كله، يعتبر جزء من الحاجات الطبيعيه اللي انا بعملها في يومي. بس مؤخرا بدات احس انه معطل بشكل كبير قوي، يعني باي ديستراكشن انا كده كده بحاول ابعد عنها بشكل كبير. ففكره التصوير اثناء اليوم او حتى ان الموبايل يبقى فيه ابلكيشنز او فيه انترنت او الكلام ده بقى من جوايا بيضايقني بشكل بخاف اقوله على النت عشان الناس ما تفتكرنيش اي حاجه سيئه، فاهم؟ بس اديني اهو بعمل كده النهارده. المهم انا بروح التمرين بالعجله وبدلت العجله باي حاجه بروحها اكتر من العربيه. طبعا الفوائد مش محتاج اقولها، بس منها لو انت حضرتك محتاج زقه ان انت تتحرك اكتر، فاختيار ان انت تبدل مواصلاتك بالعجله طبعا لو المكان اللي انت عايش فيه يسمح بمعنى مسافات، يسمح بمعنى كلتشر برضو شويه، هيفرق معاك نفسيا جدا. هتلاقي حاجه في النص كل شويه تفصل، طبعا سعرات بتتحرق بس دي مش اهم شيء يعني. عقليا تقلب افكار كده وتعرف تتسحل في حاجه غير الروتين اليومي بين كل حاجه والتانية. زي بس طبعا تحفظ على هذا التشبيه زي الصلاه، انت بتطلع من اللي انت بتعمله وبتركز مع ربنا او بتصلي لله او تتواصل مع الله، ده نفس الشيء. انت بتطلع من اللي انت بتعمله وبتعمل حاجه تانية مفيش فيها كوميتمنت قوي. ممكن في الاول الموضوع يبقى تقيل بس بعد كده الابسايد بتاعه كبير جدا. فانا دلوقتي رايح بالعجله يعني، المهم وقلت اقول لكم النقطه دي. سلام. رايح تمرين السباحه، انا مش عارف انا قلت ولا لا. رايح تمرين السباحه. طيب انا هبدأ اشتغل دلوقتي، فقلت اوريكم كده انا بعمل ايه في يومي متعلق بالكتابة. بصوا شايفين الحاجات دي كلها كده اللي عندي دي هنا كده، كل اللي تحسها زبالة دي هشرح لكم حاجة حاجة بعمل بيها ايه يعني، لأن كل حاجة فيهم ليها غرض. طبعا أنا هنظمها دلوقتي لأن لما بتبقى الدنيا متلخبطة كده دي أكتر حاجة بتخليني أتوه في حياتي. فبفضل قاعد هنا كده، ممكن أفضل قاعد ساعة 5 حتى، مش عارف أنا إيه اللي مخليني مش عارف أبدأ منين. وبرضو في اللابتوب لما بيبقى فيه 60,000 تاب أو حاجات كتير يعني مفتوحة قدامي مش عارف أبدأ. اكتشفت يعني بعد كتير إن الأسباب بتبقى المنظر ده. فبرتب الأول، بس قبل ما أرتب قلت أشرح لكم حاجة دي بتاعت إيه. دي بكتب فيها زي تو دوز كده، تو دو ليست. طبعا في ابلكيشنز وبتاع وانا بستخدم حاجات كده، بس افضل حاجه بالنسبه لي هي الكتابه بعيدا عن التشتيت بعيدا عن اي تكنولوجيا. فدي اول حاجه. تاني حاجه النوت الصغيره خالص دي عشان انا برضو شخص بتوه، بكتب فيها ساعه بساعه اللي بيحصل. يعني لو لاحظت كده مثلا ده 14 جون امبارح من الساعه 2:40 دقيقه اللي هو بعد الفجر عندنا لحد 3 ونص بعمل كذا وكذا. بعدها من الساعه 4 للساعه 5 بعمل كذا. من الساعه 4 للساعه 44 بعمل كذا وكذا. من 44 ل 35 5 ونص يعني بعمل كذا كذا. طبعا انت لو سامع الكلام ده تحس ان ايه ده، انت ليه يا عم متنشن وبتعمل كل ده وبالثانية وبالدقيقة؟ بس ده اكتر حاجة اكتشفت ان هي بتخليني انجز يعني، على الاقل ابقى مركز في الحاجة الواحدة، فبتاخد في الاخر وقت اقل بكتير. ولو سرحان بعرف برضو انا سرحت قد ايه في اليوم. وكمان مع الوقت بيبقى عندي بقى ايه دول كده. بسم الله. ده شهر مايو، لو جيت ابص عليه بعرف بالظبط انا شهر مايو ده كنت بعمل كذا، بعد كده سرحت من كذا عملت كذا، بعد كده ظبطت وعملت كذا. في ايام كنت ما بكتبش فمبقاش عارف اعمل ايه، فببقى عارف ان اليوم ده انا سرحان وهكذا يعني. فده موضوع التراكنج التايم ده بيكيب اون تراك جامد جدا 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 فوق ما اي حد يتخيل. عندنا دي عادة زي اللي هو بيسموه جورنالينج او برين ستورمينج. ببدأ اليوم اللي هو بيبقى بعد الفجر مباشرة بكتب ايه اللي انا عملته امبارح. ده هو طبعا في حاجات كتير قوي ممكن ابقى
واكتبها، بس انا هقول لك الاساسيات، ممكن نتطرق للموضوع ده في حلقة تانية. يعني ايه الجورنالينج اللي يخلي الواحد ان شاء الله يحقق اهدافه او على الاقل يبقى ماشي في طريق كويس. بس هقول لك سريعا سؤالين، اهم سؤالين: عملت ايه امبارح واكتب بالتفصيل، وهعمل ايه النهارده واكتب بالتفصيل. ساعات بزود حاجات تانية: عملت ايه امبارح واتعلمت ايه امبارح وهعمل ايه النهارده. ساعات بزود حاجة تانية: عملت ايه امبارح ولو امبارح ده رجع لي تاني النهارده ايه اللي هصلحه، يعني حاجة واحدة اصلحها فيه تظبط اليوم بنسبة 1%، وهعمل ايه النهارده. المهم ان في حاجات كتير قوي ممكن تتعمل في موضوع الجورنالينج ده، وده زي ما انتم شايفين كده هو موضوع جنرال، يعني مش بكتب في حاجة سبيسيفيك، يعني مش بكتب في الشغل او في الرياضة او في العيلة او في الدين، لا انا بكتب عموما. بمعنى عملت ايه امبارح دي، صليت 5 مرات، اتمرنت ساعة الصبح، اتمرنت ساعة بالليل، قعدت مع اولادي وقت كويس، كلمت، عملت الميتنج الفلاني، عملت الانترفيو الفلاني. فهو عام، هو شامل كل حاجة، يعني مش سبيسيفيك. نيجي بقى للسبيسيفيك ده كل جزء فيه متعلق بحاجة في شغلي، كل جزء من دول. مثلا عايز اكتب في حاجة متعلقة بالاوبريشنز، هنهاير حد بتاع اوبريشنز، فيها سيكشن لوحدها، سيكشن للسوشيال ميديا والكونتنت، سيكشن مش عارف ايه. فده كتابة سبيسيفيك، وده كتابة جنرال، ايه اللي حصل امبارح وايه اللي هيحصل النهاردة، او حاجات كده. يعني زي ما قلنا ده اللي هو الديلي تو دوز. وبس انظم الدنيا دي وارجع لكم تاني اقول لكم اليوم بعمل فيه، لان انا هبدأ اشتغل دلوقتي. احنا هنبقى كام ساعة في اليوم؟ 8 9، أقل شوية أكتر شوية حسب اليوم. يعني مثلا لو في أيام أنت مفيش تاسكات والدنيا خلصت تمام، بس احنا بنحدد المواعيد، لأن هي دي اللي مثلا لو أنا محتاجك أو غيره، أو بتاخد مواعيد مع حد مثلا ميتينجز أو كده متعلقة بالشغل، نبقى عارفين إن هو ده الوقت اللي أنت فيه فاهم متواجد يعني. ايوه فاهم. بس هو الطبيعي يعني لو بتتكلم زي ما الناس بتقول يعني ايه فول تايم، هو 8 بغض النظر عن الساعة البريك. بس شفت البروجرام السوفت وير؟ شفته. قول لي ايه اللي فهمته وايه اللي شايف ممكن نستخدمه وازاي وهكذا. انا شايف ان هو حلو جدا في المسجز البلك بتاع فيديوهات، بس لسه عشان زي ما انتم شايفين لسه مخلص ميتنج مع نيو بارتنر I would love to call him. متحمس له. ده كان الميتنج اللي عندي برضو. شوف سبحان الله لما بتبقى ماشي بروتين ويتلخبط شويه بسبب النوم زي النهارده مثلا الصبح، او بسبب اي حاجه تانية الدنيا تبوظ. وانا قاعد في اول الميتنج برضو العصر جدا، فانا كده عندي صلاتين متاخرهم، وتشيز حاجه انا ما بحبش زي ما قلت اعملها يعني قوي. دايما مواعيدي متظبطه بعد الصلاه. انا المفروض دلوقتي حالا اقوم اروح الجيم، دلوقتي حالا ايه المفروض من ساعه اروح الجيم، بس عشان الميتنج ده هو لسه بادئ شغل، والميتنج بالنسبه له مهم لان هو عنده تاسكات وليها ديدلاين، ولو ما فهمش كل تاسك المفروض تتعمل ازاي، واعمل له شيرنج للحاجات اللي المفروض يبداها، سواء سوفت ويرز او اكسس على ناس المفروض هيمانجهم او غيره، فمش هيعرف يشتغل. فعشان كده انا قعدت معاه. طبعا مفيش اي اسباب تقول ان انت تفضل تكمل اللي انت بتعمله وتسيب الصلاه، بس هو ده اللي انا للاسف عملته. وربنا يغفر يعني ويتقبل اعمالنا الدنيويه. في دعاء كده حلو اهو لسه عارفه قريب، بدعيه كل يوم الفجر، اللي هو اللهم اجعل كل اعمالي لك ليس لي ولا للشيطان. انا مش متاكد بقوله بالظبط ولا لا، بس انا فعلا بحاول ادعيه وابقى خالص اعمالي كلها لله. مش عارف I got emotional دلوقتي ليه الموضوع ده ليه، بس انا فعلا اتمنى ذلك. بس ده يعتبر شوية الشغل اللي انا عملتهم. دلوقتي انا عندي تمرين حديد، طبعا هصلي واروح تمرينة الحديد، خلينا نكمل اليوم. ليتس جو. بتقول ان عيالي دلوقتي جم من المدرسة او من الحضانات، ويمكن هو ده السبب اللي انا بروح الجيم في الوقت ده، عشان ما يروحوا هما موجودين ما بعرفش اشتغل، ما بعرفش اعمل اي حاجة في يومي. فخلينا نشوف ايه القلام. ازيك يا دي كاميرا وريني. واو ايه ده ايه ده اكل ايه؟ انا عايز ملوخيه، عايز ملوخيه. فين ملوخيه؟ فين دي؟ مش ملوخيه دي، فين دي ملوخيه دي؟ ودي اها سلام. هم دول الشويه اللي بقعدهم معاهم، وساعات بقى بالليل بعد ما برجع تاني.
كويس ان اعمل عليه فيديو لوحده او اكتر من فيديو لوحده. ستارتد هايرنج كوتشز او بدات اشتغل مع مدربين، كل حاجه انا عايز انميها على حده. يعني مثلا نفس ماني فاز بدات مع مدرب فهو دلوقتي حوالي 3 ايام، النهارده يوم مش من 3 ايام دول، فانا لسه بحط اللي المفروض على باذن الله ثانيه، زي مثلا كور، زي وايمتريك تريننج اللي هي التمارين اللي فيها جمبات اللي بتعلم سبرنت وكده، زي موبيليتي، زي كاليستنكس. فدي كلها حاجات انا عايزها في البروجرام بتاعي. بصراحه مش حابب ان انا ابقى انطوائي لكل البروجرام بتاعي، عايز اجيب مدربين كل واحد مختص. الفايده بتاعتي. طبعا في الاول السيت اب اللي داود وهو اللي بيمشي الديتيلز اللي في النص يعني. وده اللي بدات اعمله. اول حاجه عملتها المدرب المالي، دي من اهم العناصر اللي انا بحب انميها دايما، القوه. زي ما نشوف كور الست دي كور. النهارده هعمل يا اما كور لاينتل يا اما كور ودراع، لان امبارح واول يوم في الاسبوع 3 ايام دول كانوا ويترفتن، فبصراحه مش عايز اجي جنب اي حاجه فيها افر بادي او حاجه فيها لور باد. عايز كل يبقى كور سبيسيفيك وبلايومتريك، ممكن دراعات كده عشان البامب ومش اروق حلاوه وكده. هو ده في العجاله اللي بعمله النهارده في الجيم. نوت دايما بقولها لما باجي اتكلم عن تمريني، انا كده مش مكرر قلت اي حاجه انا بعملها، بس افهم المايند سيت بتبقى ماشيه ازاي، ده اللي مهم. طريقه التفكير في التدريب وفي البرامج، طريقه ازاي نستغل خبرات بعض كمدربين حتى. يعني انا مدرب اللي سنه غير قد هي دي الفكره ببقى الشطاره. فخد المايند سيت وطريقه التفكير، ما تاخدش التفاصيل بتاعتها، التفاصيل ممكن تأذيك اكتر ما تفيدك. بس كده فكمل التمرين. After some time, you feel actually you enjoy the weather even if it's cold outside, right? But just keep moving for like 7-8 minutes and then you start. انا قاعد دلوقتي بعمل ايه عشان الناس اللي بتقول انت از اونلاين كوتش او غيره ايه اللي بيبقى بيدور في يومك؟ الحاجات اللي هي المكتبيه بتبقى زي ايه؟ دي انا مثلا سيشن بس اونلاين، يعني 1 to 1 سيشن. هو دلوقتي عشان في التسخين بيجري في الاول اللي هو الجوجينج اللي في اول التمرينه ده، فقافلين الكاميرا، بس بعد كده بيفتح الكاميرا وتبقى تمرينه 1 to 1. ولو حاجه محتاج تكنيك بوريها له هنا او بوري له تكنيك على هنا بقى بكتب نوتس ايه اللي محتاج اعمله وبعمله هنا مثلا بفولو اب مع كلاينتس تانيين، ببعت لهم مسجز ايه اللي حصل في التمرين الفلانيه لو شفته عمل تمرين، او مثلا بيقرا كتاب معين فالمفروض بيديني ابديت كل يوم بايه اللي اتعلمه في الكتاب ده عشان نتناقل الخبرات فتثبت اكتر. انت بتتعلم الحاجه لما تقولها او تدرسها اكتر، عشان كده بخلي حاجه وكمان انجيجمنت، يعني اللي هو تبقى ايه في حد على طول معاك كده في موضوع اللي انت بتتعلمه واللي انت بتتمرنه وهكذا. ايميلات بقى بتتبعت مثلا لو طول شويه في كارديو مثلا او معرفش ايه، بستغل الوقت ده اشوف الناس اللي مقدمين على شغل على ابور. المهم انا بخلص هنا مع السيشن، ودي تقريبا الحاجات اللي انا بعملها، يا اما حاجات متعلقه بالاوبريشن او هايرنج او بكتب برنامج او بتابع مع كلاينت ماشي البرنامج او بعمل بعديها السيشن دي. بس طبعا وانس ان السيشن دي بادئه انا ببقى بنسبه 80 الى 100% معاه في السيشن. يعني ساعات بقوم انا اللي بعمل التمرين، بالاخص للناس اللي بتعمل اللي هو زي فيديو كولز دي. ده كل حاجه بعملها انا قلت اشرح لكم يعني سريعا، عشان في ناس مفكره ان الشغل اونلاين ده اللي هو انت بتبقى قاعد عامل كده والبرامج عماله تتباع والناس عماله تشترك وانت قاعد ما بتردش على. لا، هو الموضوع اصعب من كده شويه. قاعد بتعمل فيديوهات بس، لا الموضوع اصعب من كده سيكا. يعني الساعه دلوقتي ده المهم، الساعه دلوقتي 11:40، السيشن دي هتخلص في حدود 12:30. صلاه الفجر 2:20، يعني تقريبا هنام ساعه ونص. انا اول سيشن بتبدا عندي شغل سيشن زي دي اللي هو المفروض لازم ابقى قاعد فيها بتبقى 2:40. يعني لو لاحظت الوقت، صلاه الفجر 2:20 هنا، اول سيشن 2:40. الحمد لله رب العالمين، يعني طبعا بتوفيق ربنا بعملهم. اللهم ثبتنا، يعني يرزقنا الثبات. حبيت اقول عشان الصبح قلت ان انا ما بنامش وبعمل كذا في كذا، فبخش انام ساعتين واصحى ما اعرفش ايه، فحبيت اوريك. وانا اليوم بتاعي مش من الصبح لبالليل، انا اليوم بتاعي 24 ساعه ماشيه ازاي، حسب بقى كل ساعتين 3 فيهم ماشيين ازاي. ساعتين هنا تمرين، ساعه هنا مش عارف ايه، ساعتين شغل مش عارف ايه الكلام ده. ثانيه واحده. 2 minutes left so you may get back home. بقول له الوقت ان هو ده مش في جيم او ما عندوش جهاز في البيت للكارديو، فبيبقى تسخينه او الكارديو بتاعه بره في البيت. فقبل مثلا 3 دقايق بقول له يرجع البيت عشان يبقى ايه يكمل الوقت بتاعه وهو بالظبط في البيت علشان نبدا السيشن. يعني في ناس اللي بتعمل سيشن زي دي يبقى هو السيشن بالنسبه له 20 دقيقه 30 دقيقه ساعه
90 دقيقة، فلازم يبقى في السيشن مش هو انت اكتر ما واقف معاه 1 تو 1 في الجيم يعني. فبحاول امانج الموضوع ده بقى بوقت الراحات، بالاعداد، بالتكنيك، بتغيير التمرين لو في النهارده تعبان، النهارده شادد، النهارده مش عارف ايه، الخ يعني. anyway ده كل اللي انا بعمله از ان اونلاين كوتش وكونتنت كرييتور وانتربرنور وكل الكلام الجميل اللي انتوا بتسمعوه على الانترنت ده. لا اشتغلت والله يا جدعان. يلا اشوفكم ارجع اكمل بقى. بتاع ده يا جماعه اقوى بتاع سنان جبته في حياتي، بودره مش عارف شايفينه ولا لا. طيب دلوقتي النهارده ده اللي هو الجمعة ده أقرب الأيام إلى قلبي، لأنه بقضيه معظمه مع أولادي، بروح أعلمهم سباحة وبعد كده بنروح المسجد نقضيه مع إلي. طبعا هو الجمعة ده عندنا طبيعي كده في مصر أو في الوطن العربي قصدي، ولكن هنا مش طبيعي. ليه؟ لأن الجمعة مش أجازة، بس إحنا بقى بناخده أجازة. ليه؟ عشان ده اليوم اللي فيه إن شاء الله صلاة الجمعة وبس، وعشان إحنا ده ثقافتنا إحنا اللي نفرضها على الناس مش الناس اللي هتفرضها. خلينا نشوف هنعمل إيه النهاردة. خمسة ستة سبعة ثمانية شطرة جامد 9 10 ستوب. بصراحة مقزز طبعا، وكلنا في حالنا وكل شيء. وانا